السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، في عصر الهيمنة الأمريكية يأخذنا الأستاذ أحمد رمزي في رحلة لمعرفة حقيقة ونشأت مجتمعاتنا الحديثة وقصة اكتشاف أمريكا قارة الأطلنطين التي يكتشفها الخشخاش بن سعيد بن أسود من أصل مغربي من البربر في عهد الأميرة لأم وعبد الرحمن الثاني. فهيا بنا لنكشف حقيقة الأمر في برنامج كما مسك الحقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم برنامجنا، برنامج أمريكا ياهو. في عصرنا الحاضر هيمنة قوة الولايات المتحدة الأمريكية على مقدرات عالمنا المعاصر، ولا بد لنا أن نتعرف على هذه الدولة، كيف نشأت، وما هو المسار الذي اتخذته لتكون دولة عظمى، وما هو الواقع الفعلي والتاريخ الحقيقي لاكتشاف أمريكا. في برنامج أمريكا ياهو نستعرض الحقائق التاريخية لاكتشاف قارة الأطلنطيد المعروفة الآن بأمريكا. هذه القارة قد ذكرت في المخططات القديمة للحضارات القديمة باسم قارة الأطلنطيد، وكان بيننا كعالم قديم وبينها قارة أخرى تدعى أطلانتس. غرقت قارة أطلانتس، وأصبح العبور قارة الأطلنطيد مستحيل لمئات من السنين بفعل مخلفات القارة الغارقة، حتى دخل المسلمون الأندلس وانتشر الإسلام فيها، وحكمهم بني أمية. وفي عصر عبد الرحمن الثاني ظهر بحار يدعى الخشخاش لابن سعيد ابن الأسود، في بحث أجراه الدكتور صالح العطوان الحيالي، والذي نشر في جريدة العرب اليوم الإخبارية. قال أن المؤرخ المسلم أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي قد أرخ لاكتشاف هذه القارة المفقودة، وقال إن الخشخاش ابن سعيد بن الأسود قد أبحر عبر المحيط الأطلسي واكتشف أرضا غير معروفة من قبل، في كتابه مروج الذهب وجواهر المعادن. قد أفحر الخشخاش من مدينة ويلبا في منطقة بلوز دي لا فرونتيرا، ومن هذه المنطقة قام أمير البحار الخشخاش بالإبحار منها في سنة 889، وعاد محملا بكنوز من الذهب والفضة والمجوهرات.
ويقال أن الخشخاش قد استعان بخرائط قديمة وجدها في مكتبات الأموية. ومن الجدير بالذكر أن كريستوفر كولومبوس قد أبحر أيضا من مدينة والبا، ولهذا ذكر آخر عندما نصل إليها. ونسمع لكلام المؤرخين العرب الذين جاءوا قبل كولومبوس وقبل المسعودي، فها هم يكتبون في كتبهم. فقد تحدث أحمد بن فضل الله العامري في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار عن وجود أرض عامرة وديار مسكونة لكنها غير معلنة تقع خلف بحر الظلمات المحيط الأطلسي. وقد كان ابن فضل الله يعيش قبل كولومبوس بقرنين، كما وجد أن المؤرخ أبو بكر بن عمر عن ملاح عربي آخر ابن فاروق من غرناطة أنه أبحر من ميناء قادس في بداية شهر فبراير شباط عام 999، وأنه وصل إلى جزر الكناري ثم فوصل إلى جزيرتين نائيتين كابريري وبلوتينا، وعاد من رحلته في نهاية مايو أيار من العام نفسه. وذكر المسعودي في مرج الذهب أن الخشخاش ابن سعيد بن أسود القرطبي قطع بحر الظلمات، وصل إلى أرض مجهولة، ثم عاد محملا بالذهب والفضة كما أشرنا. كما تحدث عن هذه الرحلة أيضا البحار الإدريسي. واعترفت في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها المراكز الملاحية الأسبانية أن العرب المنحدرين من أصول مغربية أبحروا من ميناء دلبة الأسباني بالوس، وعبروا الأطلسي واتجهوا نحو الغرب بقيادة الخشخاش، وإنهم أول من اكتشف الأراضي الجديدة. كل هذه الوثائق وكل هذه المعلومات وكل الكتب التي ذكرناها وغيرها زي مثل كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق والإدريسي وتقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل ابن الفداء، أن كل الآلات والهندسة والخرائط هي التي استخدمها كولومبوس هي عربية من المغاربة المتوالدين في الأندلس. ويذكر أن الخشخاش لقب بأمير البحر أو الخشخاش البحري، ويذكر
رحلاته العجيبة التي استمرت في بحر الظلمات أنه بعد رحلته الأولى أبحر في عدة اتجاهات، واكتشف عدد كبير من الجزائر المأهولة بالسكان، وأحضر منها الهدايا إلى الحاكم الأندلس عبد الرحمن الثاني، ونشر الإسلام فيها. وفي كتاب المسعودي مروج الذهب وجواهر المعادن قال إن الرومان قد بنوا تماثيل مشيرة بيدها ألا طريق ورائي لجميع الداخلين إلى ذلك البحر، بحر الروم، إذ كان بحر لا تجري فيه جارية، ولا عمارة فيه، ولا حيوان ناطق يسكنه، ولا يحاط بمقداره، ولا تحدري غايته، ولا يعلم منتهى، وهو البحر الظلمات والأخضر والمحيط. وقد قيل أن المنارة على غير هذا الزقاق، الحجارة أقصد الحجارة التي بناها هرقل الجبار، بل في جزيرة من جزائر بحر أوقيانوس المحيط وسواحله. وقد ذهب الرومان أن هذا البحر هو أصل الماء في سائر البحار، وأن أول من اجترأ ونجح في عبوره والخشخاش ابن سعيد ابن أسود، فتى من فتيان قرطبة، استطاع أن يعبر هذا المحيط ويصل إلى جزيرة ويرجع منها بكنوز في عصر الحاكم الأموي عبد الرحمن الثاني. ثم أن الخليفة عبد الرحمن ناصر لدين الله عبد الرحمن الثالث قد استطاع أن يجد رجل له مواهب في رسم الخرائط الملاحية، كان يدعى حزداي ابن شفروط، فوضع حجر الأساس للنهضة العلمية والملاحية، وكان يجيد العربية والعبرية والأرمية واليونانية واللاتينية، أن يجمع أساتذة الملاحة والجغرافيا والفلك في كيان مينائي موحد، وسخر إمكانياتهم كلها في الرحلات البحرية، ورسم المسالك البعيدة وثبتها في خرائط ملونة اشتملت على أدق التفاصيل، وكان مشرفا على ميناء قرطبة، واستدعى علماء الملاحة والفلك من كل مكان. أصبحت قرطبة هي المدرسة والمرجع التي يفد عليها البحارة في كل مكان لمعرفة مسالك البحار والمحيطات. وأصبح الملاحون العرب والبربر والأتراك أصحاب الريادة في فنون الملاحة والعلوم الفلكية. وبرع من أسماء الملاحين في قرى غرناطة الملاح البارع أبو القاسم محمد الغافقي الأندلسي الملاحي،
وأسس أسطولا ضخما للملاحة في الأندلس للتجارة ما بين الشرق والغرب وما بين الأندلس والقارة الجديدة. كل هذا في خفية عن بني العباس والشرق. وأصبح الأندلسيين هم سادة الملاحة في المحيط الأطلسي، وأول من ابتكر فن هندسة بناء السفن الشراعية وركوب الماء، وهذبوا الاسترلاب وطوروه، وابتكروا آلة الكمال آلة السدس، واخترعوا البوصلة المغناطيسية، وهم أول من جزأها إلى 32 جزءا، وهم أول من استخدم الساعة المائية في الملاحة، ويعود لهم الفضل في رسم الخرائط الملاحية وتثبيت الملامح الساحلية وتوزيع خطوط الطول والعرض. واشتهروا بدقة صنع السفن، وبسطوا نفوذهم على الجزائر، ورسموا الخرائط والأماكن، واهتموا بتوضيح المسالك البحرية. وكان أشهر الخرائط التي رسمت في عديم هي خريطة الإدريسي، وقد صنع بجوارها كرة أرضية من الفضة، وهو أول من رسم خارطة كاملة للأرض، مما ساعدهم لاكتشاف العالم الجديد قبل كولومبوس بوقت طويل. وتذكر المراجع العلمية أن الخرائط الملاحية قد سرقت ونهبت من الإمارات العربية، وأن البرتغاليين قد ذكروا أن كولومبوس كان يقيم في جزيرة ماديرا عام 1486، وأن أحد السفن الأسبانية التي نهبت غرناطة قد غرقت في الأعاصير، ولم ينجى منها إلا 5 بحارة. وشاءت الظروف أن يلجأ هؤلاء البحارة إلى منزل كولومبوس وبحوزتهم سجل السفينة وخرائطها الملاحية المقتبسة من الخرائط العربية التي رسمها الملاح خشخاش ابن سعيد، وكانت تغطي أهم مسالك المحيط الأطلسي، وتعد من الوثائق السرية النادرة. فغادر كولومبوس بالرهبان وقتله وأخذ منه الوثائق. وكانت العلوم الأندلسية ونظرية كروية الأرض قد تلقفتها مراكز البحوث الملاحية والجغرافية، وكان منها نظرية كروية الأرض لأبو عبد الله البكري، والتي أخذها كولومبوس واعتمد عليها في رحلته. إذن هذه هي حقيقة اكتشاف قارة الأطلنطيد
المفقودة، وإن من اكتشفها بعد قرون من العزلة هو الخشخاش ابن سعيد ابن أسود القرطبي من نسل المغاربة المستوطنين في قرطبة بالأندلس. وإن هذه المعلومات السرية قد نهبت من قبل الأسبان البرتغاليين، واستطاع كولومبوس أن يجمع من هؤلاء وهؤلاء هذه الخرائط. وسوف نستعرض في الحلقة القادمة من أمريكا ياهو قصة كريستوفر كولومبوس وحقيقة أمره. وإلى لقاء جديد في أمريكا ياهو. لا تنسوا أن تشتركوا.